لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ الصحة والعافية والسلامة، ويا ربي الأمن والأمان يحفظكم ويخليكم ويسلمنا ويسلمكم من كل شر بحق محمد وآل بيت محمد. اليوم حبيت أسوي وياكم فيديو عن هدايا وصلتني، لكن فت هدية كلش يعني حبيتها وحسيتها كلش مفيدة، يعني بشكل يعني تفيد البيت، اللي هي المكنسة الإلكترونية. طبعا كثير هدايا وصلتني من أقاربي وخواتي، لكن هذه الهدية حيل حيل حبيتها، بسبب انه ما تاخذ مكان، بسبب ما بيها كهرباء، فحيل حيل يعني كلش عجبتني. فحبيت اسوي لكم فيديو واراويكم شغلها شلون يصير، وان شاء الله اوافيكم بكم شغلة بالفيديو. تحياتي. ومن ضمن يومنا كان تجربتي، وصلتني طبعا هدية مناسبة انه انتقلت البيت جديد، فوصلتني هدية من اخويا، المكنسة الالكترونية. طبعا المكنسة الالكترونية بيها فقرة حلوة يعني، وبيها طبعا بيها تفاصيل دقيقة، ويعني كمية التراب اللي يطلع يعني ما أعرف شنو، أحسها أكثر من المكنسة الكهربائية. طبعا أنا عندي مكنسة كهربائية، لكن شوية الصوت مالتها صراحة، يعني المكنسة الكهربائية الصوت مالتها يصير عالي أو ما تشتغل على السحب. هذه المكنسة الإلكترونية بيها شغلة كلش عجبتني، تفاصيل الدقيقة اللي مثلا مكانات ما نقدر نلوحها بإيدينا، مثلا جوا السراير، جوا السرير، عندنا السرير ملتنا يعني باعتبار يكون كبير وصعب انه يعني شلون ينفتح، يعني بين مدة ومدة نفتح أنا وأبو حمود السرير وأنظف من يمه، أشفط بالمكنسة الكهربائية. لكن بهاي المكنسة كلش عجبتني إنه تدخل التفاصيل، ويعني مو إلا تفتحين السرير وكذا. فحبيت أسوي وياكم فيديو هم شنو أراويكم التفاصيل اللي بيها. طبعا الحلو بيها هي تطبيق ينزل أيضا تشغيلها على الموبايل، شحنها الكتروني، يعني حاجة من حال الموبايل بيها شاحنة وتشحنيها. طبعا هي ما تصرف كهرباء. أنا هاي الفقرة كلش حبيتها، يعني تعرفون فترة الشتاء أو فترة حتى الصيف، يعني المكنسة الكهربائية تقول ما نقدر نشغلها، فهي تشتغل على الشحن. معه شاحنتها أصلا صغيرة، تمام. بيها تفاصيل عدة. التفاصيل اللي بيها، شوفوا الفرش مالتها رغم صغيرة، معي فرش رغم صغيرة لكن تنظيفها يجنن. هنا عندنا هذه هي أجلكم الله اللي تجمع هنا التراب كله هنا بالخزن مالتها. هنا طبعا بيها فلتر، شوفي الفلتر شلون، فلتر الغسالة. طبعا هذا طبقة اسفنجية، إضافة هذا مثل فلتر الغسالة يعني يتنفض وكذا. شوفي هذا هنا أيضا فلتر ثاني حتى ما يأثر على موتور المكنسة. هنا عندنا قلنا هذا هو كل كبر المكنسة، هي هذه يعني كلش عجبتني، ما تاخذ مكان، ويعني تقدرين حتى تخليها ورا كنتور، تقدرين تخليها ورا بوفية، وهي اصلا من تخلص شحن هي راح تقول لك انه باعتبار تنطيك تنبيه انه خلص
البطارية مالتها خلصت شحن. هنا هذه الفقرة مال المسح. هناك هنا قلنا هاي فقرة كنس. هنا هاي فقرة الغسل، حتى تغسل، بس أنا صراحة ما أريد يعني أخليها تغسل، أخليها أهم شيء بس قلنا للتفاصيل جوا السرير، شغلات اللي ما أقدر ألوحها، يعني صعب الجر والسحب، يعني مثل عندك واحد القنفات الثقيلة كذا. أنا بالنسبة لي لا، يعني أقدر ألوح جوا القنفة، لكن عندي السراير صعوبة، بالأخص سريرنا. هاي تمسح بيها، وصلت شلون مايكرو فايبر، اللي بيها حلو انه تطلعيها تمام لاصق. ايضا بحالة اذا تردين انه تخليها تمسح، تغسليها وتردين ترجعيها. وهنا ايضا بيها هذا الخزان مالتها. مثلا عندك المكان قلنا اللي ما نقدر نلوحه شويه معطر تمام، وتخليها تمسح المكان اللي انت ترديه. هذه رولوية، هذه الاولى تمسح وتكنس. هنا هاي بحالة عندي اريد بعدنا فقرة الكنس، مثلا قلنا المكانات الملوحة، هاي الفرشة تمام. بعد ما كملت مثلا حبيتي تردين تمسحين مثل ما قلت لك بهذه الماسحة مالتها كاملة، هي هنا هاي تردين تطلعيها وتغسليها بعد شي راجع لك. انا بالنسبة لي ما راح استخدمها مال المسح، فقط عندي المكانات اللي ما الوحها. تنظف طبعا، يعني شلون نقول، على المتر المربع، كل متر مربع تنظفه تمام، وتكمل وترد ترجع بمكانها. بحالة إذا كملت شحن هي already راح ترجع لمكانها شاحنتها، يعني نطيج إشارة هنا يقرأ إشارة، هذا السهم تمام يقرأ إنه هي راح ترجع لمكانها. كلش حبيتها، وفقرة كلش حلوة، باعتبار تعرفون هسه احنا زمن السرعة، فترة المدارس، فترة الشغل، رمضان، شغلات يعني تكون عندنا ضيق بالوقت، هيجي شغلات كلش تفيدنا. ان شاء الله انتظروني بالفيديو، شنو تفاصيل البقايا من الفيديو اوافيكم بيها. تحياتي لكم. ذكرت المكنسة الإلكترونية، طبعا تقدرون تشوفون حتى المنشأ مالتها من قارئ الباركود، يعني هم أيضا تنزلون التطبيق إذا يعجبكم. أنا طبعا أي حاجة أشتريها، حتى إذا منتجات، يعني منتجات للبيت، رأسا أنطي قارئ الباركود إلها، يعني حتى واحد إنه يشوف المنشأ مالتها منين كذا. مثلا المنتجات يعني شغلات أخذها للصالون، أنطي رأسا قارئ الباركود. هنا همتين عندك تطبيق تقدرين تنزليه من أبل ستوري أو جوجل بلاي، طريقة التشغيل مالتها. جهاز حلو كلش يفيد، وأرجع وأكرر كودا إنه ما ياخذ مساحة أو ما ياخذ كهرباء، يعني على الشحن شغلة كلش عملية وحلوة. إضافة إنه أني وصلتني كثير من الهدايا، لكن هاي صراحة لفتت انتباهي. إن شاء الله يا ربي تحقيق الأماني والستر والعافية إنه وإلكم، وآية الرزق للجميع. لا تنسوني من صالح دعاكم. أم حمودي، قناتي قناة على خطى أهل البيت. تحياتي لكم.